سماع صوت الله من كتاب فن التواصل مع الله للكاتب دالاس ويلارد. بيوضح الكاتب في بداية كتابه إن أكتر اللحظات اللي بنشعر فيها بالوحدة هي اللحظات اللي بناخد فيها القرارات اللي تخص مستقبل حياتنا، وبنسأل كتير بعدها: هل أخدت القرار الصح؟ هل ده اللي ربنا عايزني أعمله؟ وهل هعرف أتحمل نتيجة القرار ده؟ وأهم سؤال بيجي في بالنا: هل دي مشيئة الله ليا؟ وهل أصلا أنا ممكن أسمع صوت الله؟ بيقول الكاتب إن في الليلة اللي قبل الصلب قال يسوع لتلاميذه إنه بالرغم إنه هيسيبهم إلا إنه هيظهر ذاته لكل اللي بيحبه. ولما سألوا يهوذا إزاي، قال له يسوع: إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بمعنى إن الله عايز تربطه بينا علاقة شخصية، واللي وصفها يسوع في رده على يهوذا بسكن الآب والابن والروح القدس جوانا. عشان كده إيماننا بقدرتنا على سماع صوت الله مرتبط بحقيقة وجود علاقة شخصية مع الله. فإرادة الله هي إن تربطنا بيه علاقة شخصية، فنبقى مستعدين لإدراك صوته وهو بيتكلم بحسب المواقف اللي بنمر بيها. ووضح الكاتب مبادئ لسماع صوت الله. المبدأ الأول هو إنك تحب الله بكل كيانك، فالله دعانا عشان نكون أحبائه. الله مش السيد اللي بيؤمر البشر ويفرح لما يشوفهم بيجروا بينفذوا أوامره، لكن الله بيدعونا نشاركه كل تفاصيل حياتنا. ومن هنا هيبقى سماع صوته جزء من علاقتنا معاه. مش بلجأ لسماع صوته عشان اخد بس قرار مهم لحياتي، او عشان اعرف هيحصل ايه في مستقبلي، زي اللي بيفتح كلمة ربنا بشكل عشوائي عشان يلاقي آية تناسب احتياجه. المبدأ التاني: بإمكان البشر العاديين سماع صوت الله. الله مش بيكلم الأبطال في الإيمان والقديسين بس، لكن الله اتكلم في الكتاب المقدس لناس كانوا حاسين بأنهم مش مستحقين وغير كفء، زي موسى وجدعون. ووضح الكاتب إن الله بيشوفنا مهمين، وعشان كده أعطانا ابنه الوحيد واختار إنه يسكن فينا بالروح القدس. عشان كده إحنا مهمين كفاية، وهو عايز يتكلم معانا ويرشدنا. فعظمة الله في تواضعه إنه متاح للجميع. المبدأ الثالث: إن سماع صوت الله لا يجعلنا أبرار. وبيحذر الكاتب إن كتير من الناس بيستخدموا عبارات زي الله قال لي والله قدني عشان يثبتوا صحة موقفهم أو المطالبة للآخرين إنهم يتبعوهم في آرائهم، لكن احذر من التكبر. المبدأ الرابع: إن الله عايز يتكلم معاك، ومش معنى إنك مش بتسمعه إنه مش بيتكلم ليك. لكن اتكلم يسوع عن ناس كتير عندهم أذن لكن مش بيسمعوا، لأنهم بيسمعوا بس اللي هم عايزين يسمعوه. وهنا اسأل نفسك: هتعمل إيه لو سمعت صوت الله؟ يمكن مش قادر تسمع صوت ربنا لأنك مش متوقع تسمعه، أو لأنك مش عايز ربنا يتدخل في حياتك وفي خططك لمستقبلك. وهنا هيكون صوت الله تدخل مش مرحب بيه. لكن لما تبقى بتعيش مشيئة الله لحياتك، عايز ترضيه وتكرمه، أكيد ربنا هيكلمك، لأنه مش إله غامض. ووضح الكاتب إن هناك طرق مختلفة لسماع صوت الله. 1. الكتاب المقدس من الطرق المهمة اللي بنسمع منها صوت ربنا، لكن المهم إن قرايتك للكتاب المقدس تكون بانتظام. خصص ليه وقت من يومك، اقراه ببطء، وفكر إن الكلمة هي مقابلة مع الله نفسه وسماع لصوته. صلي لإرشاد الروح القدس وتأمل فيها وفي تطبيقها لحياتك، وفي الآخر صلي بالكلمة اللي قريتها. 2. الصلاة، وهي حوار مشترك بيني وبين الله. وبيحذر الكاتب أن تكون الصلاة مقتصرة بس على طلباتي واهتماماتي، وما اسمحش لله أنه يتكلم ليا من خلالها. فالصلاة أمر مشترك بيني وبين الله، أحكي معاه واسمع رأيه واللي على قلبه ليا. 3. الله كمان بيتكلم معانا خلال يومنا العادي، فمن خلال الحوار بيني وبين الله طول اليوم بقدر أميز همسات الروح القدس وسط صمت عقولنا. وهنا سأل الكاتب: إزاي أقدر أميز صوت الله؟ قال يسوع في يوحنا 10: أنا الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني.
خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. من المعروف إن الخراف بتعرف تميز صوت راعيها، وأكيد ده ما حصلش من أول مرة، لكن بتكرار صوت الراعي بتميزه. وشبهنا يسوع بالخراف اللي من كتر قعدتها مع الراعي بقيت بتميز صوته. وأكيد تمييز صوت الله مش هيحصل من أول مرة، فصموئيل النبي معرفش إن ربنا بيكلمه غير لما عالي الكاهن صاحب الخبرة الروحية قاله إن ربنا بيكلمه. لكن مع قعدة صموئيل مع الله قدر يميز صوته باقي حياته. وبيختم الكاتب إن الحقيقة المحزنة إن عدد قليل اللي بيبقوا عايزين يسمعوا صوت الله وقت ما تكون الحياة هادية، عكس كتير من الناس اللي بتجري عايزة تسمع صوت ربنا وقت الأزمات أو وقت ما هياخدوا قرار مهم لحياتهم ومستقبلهم. وللأسف فشلنا في سماع صوت الله هو نتيجة إننا مش عايزين نسمعه طول الوقت، عايزين في مواقف معينة بس عشان نضمن إننا أخدنا القرار السليم لمستقبلنا أو عشان ينتهي الوقت الصعب. وسط عالم مليان بالدوشة بنشجعك تختار إنك تعيش كل يوم في علاقة شخصية مع الله، وثق إنك هتستمتع بيه وبصوته الهادي وإرشاده ومحبته وتعاملاته خلال يومك ووسط دوشة الحياة. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل العميقة، بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.